السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي صحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في الاقتراح ديال اليوم وان شاء الله غنشارك معكم الكيكه اللي طلبتوا مني نحطها لكم، نحط لكم مقادير ديالها. طلبوا مني شي اخوات نحط لهم مقادير ديالها، شافوها في قدمتها في الطبله ديال المولد النبوي الشريف وعجباتهم. وان شاء الله اليوم غادي نتقاسمها معكم بكل فرح خوتي وخواتاتي. طبقوا الوصفه وشوفوا الفيديو من الاول للاخر باش تستافدوا وتجيكم كما جاتني انا. واحد الكيكه ناجحه 100% من اول مره غتجربوها غتنجح معكم. واخا تكوني يا اختي مبتدئه ما عمرك درتي الكيك، هاد الكيكه راها ناجحه وكتجي زوينه بمذاق الليمون، ساهله وكتوجد بسرعه. كنجبدوا هنايا واحد الكاس نتاع الخلاط. هاد الخلاط نتاع اللي كنطحنوا فيه العصير، كنضيفوا له 5 د البيضات وشويه د الملحه كتعدل لنا الذوق. هنايا واحد الزيست ولا قشور حامضه محكوكه كبيره، تقدروا تمشيو حتى لزوج حامضات محكوكين، راه كيحيد لنا ديك الزفوره د البيض وكيعطينا واحد المذاق، كيخرج لنا المذاق تاع الحامض في هذه الكيكه، كتجي بنينه. كنضيفوا هنايا واحد الكاس كبير تاع العنبه من سنيده، وكنطحنوا هذا الخليط مزيان مزيان. نحاولوا نخليوه يتضرب من 10 دقائق هكا تقريبا، حتى كنشوفوا داك الخليط عقاد ولا اللون ديالو تغير ولا يعطي البياض. من بعد كنزيدوا واحد الكاس نتاع الزيت، دائما بنفس العبار ديال الكاس العنبه الكبير، وكنخلطوا كذلك، نحاولوا نخلطوا مزيان. هاد الكيكه بنكهه الحامض كتجي بنينه وكتجي مربري من الداخل، غادي تشوفوها كتجي عاطيه للعين واللذه ما نقولكمش عليها. ان شاء الله تجربوها وغادي تعرفوا على ما كنهضر. هنايا غادي نضيف واحد الكاس د الحليب اللي ضفتلو معلقه كبيره د الخل، وكنخلطوه مزيان، كنخليوه غير واحد 5 دقائق هكا يرتاح وكنضيفوه للخليط. هذيك المعلقه د الخل راه كتعطي فرق، كتعطينا الهشاشه وكتفخنا الكيكه ديالنا. كنضيفوا هنا واحد الياغورت بنكهه الفاني، وانتم لكم الاختيار في النكهه، تقدروا تستعملوا نكهه البنان ولا اي نكهه اخرى. هنايا كندير ربع كاس د العنبه نتاع العصير الليمه اللي حكيناها، كنطحنوا الكل مزيان مزيان. هنايا من بعد ما تضرب لنا الخليط مزيان مزيان، دابا غادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط وغادي نخويوه في واحد البول ولا اي حاجه عندكم هنايا، مهم كتخلطوا فيها. غادي نخويها في هذا البول هنايا هكا، وغادي نضيفوا لها الدقيق اللي عندنا. غادي تشوفوا معايا هنايا كميه الدقيق اللي غادي تدخل ليا في هذه الكيكه. الكيك ديالنا ما خصناش نكثروا فيه الدقيق وما خصناش عاود نقلو، غادي نبقاو نضيفوا الدقيق بالتدريج حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا في الكيك. ما خصوش يكون خفيف باش ما تطيحناش الكيكه في الفران، وما يكونش كذلك ثقيل باش ما تجيناش متقصه الكيكه ديالنا. كنضيفوا هكا شويه بشويه وحنا كنخلطوا. هاد الكيكه خوتي راها سالات في وقتها عجبتهم بزاف وكلاوها تبارك الله في الساعه، يعني كملوها. وكل شيء اللي ذاقها دا المقادير ديالها من كثرة اللذة ديالها والهشاشة ديالها، وجات تبارك الله طالعة. هنايا انا كنجرب واش الخليط راه عندي مزيان. كما كتشوفوا الخليط هو هذا، غادي يبقى له غير واحد شويه، غادي نزيد له واحد شويه الدقيق الابيض باش نخلط. هنايا كنضيف 3 د الخمارات حمر، كل وحده فيها 8 غرام، وإلا كان عندكم تاع 7 غرام ماشي مشكل، حتى هما ديروهم بثلاثه. كنضيف هنايا درت معاهم واحد شويه الدقيق، يعني واحد شويه د الفرينه، وكنبقاو نخلطوهم حتى كيندمجوا لنا مزيان.
صافي دابا ملي خلطناهم غادي نجيب انايا واحد الطبسيل اخر، غادي نقص فيه واحد شويه من هذا الخليط، تقريبا واحد الكاس هكا. هذاك هو الخليط اللي في الطبسيل هو اللي غادي ندير به الماربري في الكيك ديالنا لداخل، باش كيجي هكاك زوين وعطينا واحد المنظر تاع الشوكولا لداخل زوين. غادي نضيف له هنايا زوج ساشيات لهاد الطبيسيل، جوج ساشيات نتاع الكاكاو المر، وإلا كان عندكم تاع العبار يكون نوعيه مزيانه ضيفوا جوج معالق كبار. كنخلطو مزيان، حاولوا ندمجوا هذاك الكاكاو داخل هاد الخليط نتاع الكيك. وإلا شتو الخليط يعني الكاكاو كما كتعرفوا راه كينشف، الا شتو الخليط تقال معكم بزاف تقدروا تضيفوا واحد المعلقه نتاع الحليب مع هاد الخليط. انا جاني هو هذاك، هي تخلطت ليا مزيان صافي. غادي نجيب انا هنا البول، انا خديت هذا البول الدائري هكا اللي فيه ثقب في الوسط. غادي ندير واحد الكميه من العجين الابيض، هكا العجين تاع الكيك الابيض. غادي نقسم هذا الخليط الابيض على زوج، النص غادي نديرو لتحت والنص غادي نحتفظ به. وغادي نجيب الخليط اللي درنا فيه الكاكاو هو اللي غادي نديروه في الوسط، غادي نخويوه كامل في الوسط كما كتشوفوا بهذه الطريقه، باش تجينا هاد الكيكه يعني بحال مزينه من الداخل. من نقطعوها كتعطينا واحد المنظر زوين. الكميه اللي بقات لي من العجين الابيض غادي نضيفها، وغادي نحاول نغطي داك الخليط اللي فيه الكاكاو. صافي هنا كنحاول نضرب شويه داك المول مع سطح العمل هكا باش ما كتبقاليش ديك الفقاعات لداخل، باش كاع الخليط يتوزع. من بعد كنجيبو شي عود هكا، انا جبتي هاد العود تاع الشواء تاع الخشب، وكنبقاو نديرو هكا حركات دائريه باش كتجي ديك الزخرفه لداخل الكيك. هنايا من بعد ما غادي نكمل غادي ندخلها للفران. انا كنسخن الفران قبل، كنديرو الا كان فران الغاز راكو كتسخنوه قبل. من بعد ملي تدخلوا الكيكه حاولوا تنقصوا النار كتجي غير خفيفه. والا كان الفران نتاع الضوء انا كنشعلو على 180 درجه حتى كيسخن مزيان. من بعد كنقص له 160 درجه، كنخلي الكيكه طيب على خاطرها حتى كتطلع. من بعد كنشعلها من الفوق كتحمر كما شفتوا. طلعات الكيكه ديالنا وجات مفشفشه كما كتشوفوا رطيبه. وانا زينتها هنايا بشويه د الكونفيتير من الفوق، ودرت لها لوز افيلي حمرته شويه ودرته من الفوق. وانتم لكم الاختيار في طريقه التزيين، كتبقى اختياريه اللي عندكم في الدار وكتستعملوه. هنايا هذه هي الطبله تاع المولد النبوي الشريف اللي تقاسمتها معكم من قبل. هنايا عاد قطعتها من جينا في المولد، قطعتها لهم. انا كنت صاوبتها الصباح وقطعناها هكا في العشيه. شوفوا تبارك الله كي جات الزخرفه. هنا عاد ملي قربتها للكاميرا راه جات مضبه شويه، من بعيد راه كتبان هذاك هو الشكل الحقيقي ديالها واللون الحقيقي تاع الكاكاو. جا واحد اللون زوين بزاف كما كتشوفوا راني قطعها، وجات واحد الزخرفه فيها زوينه. والمذاق نتاع الكاكاو مع الحامض كيتواتى بزاف وكتعطيها واحد اللذه رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ولا عجبكم بطبيعه الحال الفيديو ما تنساونيش خوتي وخواتاتي بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. واللي داخل معنا جديد كنقول له مرحبا بك والف مرحبا. ما عليك الا تفعل الجرس باش يوصلك جديد القناه. وشكرا لكم وعواشركم مبروكه ومع السلامه.